في الفيديو اللي فات اتكلمنا فيه عن سلسلة كاملة لريادة الأعمال، والنهاردة أول حلقة في السلسلة دي. خلينا وإحنا بنستهل مشوارنا مع سلسلة ريادة الأعمال للشباب. هل أنت فكرت قبل كده ليه كل الناس بقت بتدور على مشروعها الخاص؟ يعني ليه تفتح كل شوية اليوتيوب أو تيك توك تلاقي دايما في قدامك فيديوهات أو ريلز عن البيزنس أو عن التجارة، الفريلانسر، الذكاء الاصطناعي، الاستثمار؟ هل كل الناس فجأة بقت بتحلم تبقى رائدة أعمال أو يبقى عندهم البيزنس الخاص بيهم، ولا الدنيا فعلا اتغيرت؟ خليني أقول لك إن الواقع فعلا اتغير. الحقيقة يا جماعة إن شكل الشغل نفسه اتغير. زمان كانت الناس بتدخل الجامعة، تتخرج، تشتغل وظيفة وتفضل فيها أكتر من 20 سنة، معاش وأمان. النهاردة ما عادش فيه أمان وظيفي زي اللي كان بيحصل زمان. المرتبات نفسها مع التضخم اللي بيحصل في العالم كله ما بقتش بتكفي. سوق العمل نفسه بقى بيتغير كل 6 شهور، ومع التطور بتاع الذكاء الاصطناعي بقى سوق العمل بيتغير كل ربع سنة، يعني كل 3 شهور. والنسبة دي كمان احنا متوقع انها تتغير مع الوقت، لأن التكنولوجيا نفسها كسرت القواعد دي كلها. بقى في شركات ضخمة شغالة بفريق من 5 أفراد بس، وال5 أفراد دول مش قاعدين في شركة مع بعض، ده قاعدين في بيوتهم. يعني اللي ما عندوش فكرة أو مهارة دلوقتي مش بس مش هيكسب، لأ ده هيتأخر كتير جدا عن اللي سبقوه ده. وعلشان كده ريادة الأعمال بقت مش رفاهية، دي بقت ضرورة لازم كل واحد يفكر فيها لو فعلا عاوز يبني مستقبل مستقر. لأن ناس كتير بتخاف من كلمة مشروع، فخليني أوضح لك إن ريادة الأعمال فرصة مش خطر. لأن الناس دي بتقولك دايما أنا مفيش معايا فلوس كفاية، أنا معرفش السوق، ومعرفش أسوق المنتج بتاعي. أكيد المشاريع ديت مش ليا أنا، دي للناس الكبيرة أو الأغنياء. خليني أقولك إن ده غلط 100%. لأن ريادة الأعمال الحقيقية مش معناها إنك تفتح محل أو مصنع. ريادة الأعمال هي تفكير بطريقة مختلفة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني تشوف مشكلة في السوق وتقول أنا اللي هحلها، أنا اللي هغير مستقبل الحاجة دي بالحل الجذري اللي أنا هدور عليه وهنفذه، بدل ما تقعد تشتكي من المشكلة دي. خليني أديك أمثلة حقيقية من السوق، لأن إحنا زي ما وعدناكم في الفيديو اللي فات إن أنا هجيب لك أمثلة حقيقية واقعية حصلت، سواء كان في السوق المصري أو في الأسواق العربية بشكل عام. في واحد اسمه عبد الرحمن أندي، ممكن تعمل عليه سيرش. عبد الرحمن كان طالب جامعة، وكان بيحب الملابس البسيطة، ودي يمكن بيزنس موجود بشكل كبير جدا دلوقتي بين فئة الشباب أو فئة جينزي. بس الراجل ده كان دايما بيفكر في حاجة ليها طابع مصري ما لقاهاش في السوق، يعني ما شافش حاجة بتمثله كشاب مصري. فبدأ براند اسمه أفيوز، براند بيعمل شنط واكسسوارات من إعادة التدوير. طب فين المشكلة كده؟ المشكلة اللي هو شافها إن في مخلفات كتيرة موجودة، استخدمها كأداة علشان يعمل البراند بتاعه ده. بدأ بمبلغ صغير جدا، وشركته أعتقد بتفهم في التصميم، فدي ساعدته كمان في حاجة زي كده. النهاردة البراند ده بيصدر برا مصر، وبيشغل عشرات الشباب، وكمان بيساعد البيئة. يعني فكرة نابعة من واقع وتنفيذ بسيط عمل له بيزنس فعلا حقيقي. أقول لك على مثال تاني، لو أنت الملابس مش سكتك، في تطبيق اسمه يداوي. ال3 مؤسسين اللي أنشأوا تطبيق يداوي دول كانوا شغالين في مجال الطب والتكنولوجيا. هم لاحظوا إن في مشكلة، إن الناس بتدور على أدوية ومش متوفرة في السوق، أو من كتر لفه على الصيدليات هو زهق إنه ينزل حتى الصيدلية. عملوا تطبيق يربط المستخدم بأقرب صيدلية
وكمان التطبيق ده بيساعده إن هو الأوردر يوصل له في بيته، حاجة بسيطة مش كده؟ بس المشروع ده بدأ صغير جدا والنهاردة يداوي، لأن أنت لو فضلت تقول دي فكرة بسيطة ومشروع صغير، يداوي جمع تمويلات بملايين الدولارات وبيخدم آلاف المستخدمين دلوقتي. طب هو ليه نجح؟ طالما الموضوع ممكن يتعمل أو أي حد يعمل أو أي حد يعني، لأنهم شافوا مشكلة حقيقية وقدموا حل عملي للسوق. تعالوا نطلع بره حدود مصر. في شاب في الأردن اسمه حمزة. الشاب ده كان بيحب الماركتينج، قعد يتعلم ديجيتال ماركتينج من اليوتيوب مجاني، ما صرفش عليه حاجة. بدأ يساعد محلات صغيرة في بلده، يعمل لهم إعلانات تيك توك ب$50 تقريبا. مع الوقت بقى بيشتغل مع براندات في الخليج وبيكسب أكتر من $3000 شهريا. دي حاجة كلنا ممكن نقدر نعملها، بس هو بدأ بدري. وده مشروع مش تقليدي على فكرة، لكنه نموذج حقيقي لريادة الأعمال الحديثة، اتبنى على أساس فكرة ومهارة وسوشيال ميديا أو إنترنت. طب ليه بنقول إن الشباب تحديدا عندهم فرصة؟ لأن الشباب عندهم 3 حاجات محدش غيرهم عنده أو يقدر إن هو يبص لحاجة زي دي كأنها فرصة. أول حاجة بنتكلم عليها اللي بيمتلكها الشباب دلوقتي في العصر الحالي ده، السرعة والتجربة. أنت تقدر تجرب فكرة كل أسبوع، ما تقيدش نفسك بخوف أو روتين. طب والحاجة التانية إيه هي؟ أنت فاهم سوشيال ميديا أكتر من أي جيل قبلك. التسويق اللي كان بيكلف الأجيال اللي كانت قبلك آلاف الدولارات أو آلاف الجنيهات، أنت دلوقتي ممكن تعمله من موبايلك، وأنت كمان بتبقى عينك عليه وبقى سهل جدا بالنسبة لك. الحاجة التالتة إيه هي؟ أنت مش مرتبط بمصاريف ضخمة أو التزامات عائلية، ده حتى الآن، فممكن تغلط وتتعلم بسرعة، لأن الغلط مش عيب. الناس الكبيرة بتخاف تغلط، إنما أنت لسه في مرحلة التجريب. طب أنا لو شاب ولسه متجوز وعندي أسرة وخايف إني أغلط، خليني أقولك إن أنت ال3 دول ممكن منهم 2 بس يساعدوك. يعني أنت ممكن يبقى عندك فرصة السرعة والتجربة، ممكن يبقى عندك فكرة إن أنت فاهم سوشيال ميديا، بس أنت خايف تغلط. ده مش عيب، بس أنت ابدأ. حتى لو أنت خايف إن أنت تغلط، ابدأ، لأن أنت من غير ما تبدأ أنت عمرك ما هتشتغل ولا حتى هتنجح في المجال اللي أنت عاوز تنجح. يعني باختصار، الشباب دلوقتي عندهم البيئة المثالية إنهم يبدأوا. الإنترنت بيوفر لك أدوات المعرفة والمجانية، وكمان بيوفر لك السوق المفتوح تقدر توصل فيه بالمنتج اللي أنت عاوز تسوق له للعالم كله، مش بس جوه مصر. خلينا نتكلم شوية بلغة الأرقام عشان نثبت الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده. أكتر من 60% من الوظائف الحالية هتختفي أو تتغير بحلول 2030 بسبب الذكاء الصناعي. في المقابل، في أكتر من 70% من الشركات الجديدة اللي بتتأسس سنويا بيقودها شباب تحت 35 سنة. يعني اللي هيبدأ دلوقتي عنده أسبقية على السوق. والجميل إن الاستثمار دلوقتي مش لازم يبقى فلوس، ممكن يكون استثمار في فكرة أو وقت أو حتى مهارة. بص يا صاحبي، محدش بيصحى الصبح يقول أنا رائد أعمال، لكن كل رائد أعمال بدأ بخطوة صغيرة جدا. الريادة مش إنك تبقى عبقري، الريادة إنك تتعلم وتغلط وتصلح بسرعة. كل الناس اللي نجحت مروا بمرحلة خوف وشك بس بدأ. أقول لك على مثال بسيط. إيلون ماسك، تختلف أو تتفق معاه، أول شركة ليه هي ZIP2، كانت موقع بيعمل دليل للشركات وفشلت أول سنة. ستيف جوبز، تتفق أو تختلف معاه، اتفصل من شركته اللي أسسها ورجع بعد سنين يبنيها من أول وجديد. ناجي ميقاتي من لبنان،
بدأ من محل صغير لتجارة الإلكترونيات، ودلوقتي من أغنى رجال الأعمال العرب. مفيش طريق مستقيم للنجاح، كله هتلاقي فيه منحنيات، وكل ما تفشل أكتر هيبقى خطوة أقرب للصح. يمكن تقولي طب ده كله حلو بس السوق العربي صعب. صح، بس خليني أقولك حاجة، الصعوبة دي ميزة مش عيب، لأن السوق اللي فيه مشاكل سوق فيه فرص. أقول لك مثلا على أمثلة ممكن تلاقيها حواليك. خدمات التوصيل في القرى والمناطق البعيدة فرصة، تعليم أونلاين بجودة عالية في العالم العربي فرصة، تصنيع محلي لمنتجات بسيطة بدل ما تستوردها فرصة. كل يوم فيه فرص جديدة، بس محتاج عين تشوف ومخ يجرب. يعني لما نقول إن ريادة الأعمال فرصة للشباب، إحنا مش بنقول كلام تحفيزي وخلاص، إحنا بنقول إن السوق بيتغير بسرعة، الشباب عندهم المهارة والطاقة، الفرص الرقمية مفتوحة للجميع. كل المطلوب منك تبدأ تتعلم كل يوم. قبل ما نقفل الحلقة دي عايزك تسأل نفسك سؤال واحد بجد، لو بدأت النهاردة بعد سنة ممكن تكون فيه مشروع صغير على الأرض أو براند أونلاين بسيط، ممكن يغير مستقبلك كله. بس الشرط الوحيد ابدأ، لأن اللي بيفضل يفكر مش هيوصل، واللي بيجرب هو اللي بيكسب. استنانا في الحلقة الجاية وهنجاوب فيها على سؤال مصيري جدا، ازاي تحدد فكرة مشروع تناسبك فعلا. أتمنى إن تكون الحلقة دي فادتك، شجعتك، زالت الخوف اللي جواك. ولو استفدت من الحلقة دي هستناك تدوس اللايك أو حتى ديسلايك، واشترك معايا في القناة، واكتب لي في الكومنتس ايه أكتر فكرة مشروع نفسك تبدأ، وخلينا كلنا نفيد بعض. البداية دايما فكرة، بس التنفيذ هو ده اللي بيعمل الفرق. خليها دايما في مخك.